السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنبدأ نتكلم عندنا على نوع من الصبارات، وهو الماتوكانا. بس النوع ده بنسميها الماتوكانا الناعمة. الماتوكانا الناعمة لأن احنا عندنا الجزء العلوي ما بيكونش فيه أي أشواك. طبعا احنا صورنا أنواع تانية من الماتوكانا كان الجزء العلوي منها فيه أشواك، بتكون طبعا كان أشواك لونها مختلف، يعني أسود، أو ممكن الجزء العلوي أسود والجزء السفلي بيكون لون مختلف شوية. طب النوع ده نوع عندنا اسمه الماتوكانا الناعمة. طبعا الجزء الراس من فوق طبعا هي شكل الدايرة، يعني شكل دائري بتاعها، وهلاقي هنا في جزء في زي ايه، زي ريش شويه، او ملمس عامل زي ملمس الريش، او ملمس ناعم جدا موجود عندي في الجزء ده. الجزء العلوي ما فيهوش اشواك. طب نبص على الجزء السفلي عندنا، لا هنلاقي الجزء السفلي عندنا يعني شكل شويه شبه مخروطي. هنلاقي عندي فيه الاشواك عندي قويه جدا. هلاقي كل جزء عندي يخرج منه اشواك، الشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا الاشواك هنا بتكون القوه بتاعتها عاليه جدا. النبات عندي بيتحمل الحراره، بيتحمل الرطوبه، بيتحمل نقص الميه، مناسب لظروف مصر وظروف برضك اللي هي دول الخليج العربي. شكرا.